يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم قصه فنان كلنا نفسنا نعرف عنه اخبار كتير، وانقطعت اخباره فجاه، وعرفنا ان ناس كتير شكت ان هو رأفت الهجان. لوسي ابن طنط فكيهه. جمال رمسيس هو ممثل مصري اسمه جمال محمد عفيفي، مواليد منوف بمحافظة المنوفية. اتولد سنة 1933 وانتقل مع والده وأشقائه الأربعة عشان يعيشوا بحي شبرا في القاهرة، ده في أوائل الأربعينات. وشكلوا كلهم الأربعة دول بما فيهم والدهم شكل سيرك سماه سيرك رمسيس. والسيرك اتكون من الأربعة دول: هو جمال، وميمو اللي هو اسمه الحقيقي محمد، وفوزي، ورتيبة أخته. هم 4 أشقاء كانوا بيتدربوا على الأكروبات، وكان جايب لهم مدربين مختلفين والدهم. والأشقاء الأربعة دول كانوا بيتدربوا تدريب جامد جدا، وبيلفوا كتير قوي من البلدان خارج مصر، وزاروا فعلا وعملوا عروض كتيرة للسيرك وأكروبات كتير. وكمان كان جمال وميمو بيشاركوا في أفلام بس ما كانتش شهيرة قوي. وكان من ضمن الأفلام اللي عملها اسمه ليس هناك سطوة على الريكورد، كان سنة 1957. وفي أول الخمسينات اضطرت طبعا الفرقة كأنها اتفشكلت بسبب إن رتيبة أختهم هي طبعا بطلة الفرقة زي ما انتم شايفين. حملت الحمل التاني ليها، جوزها محمد الشامي قال لها لا انت لازم تعتزل، وفعلا اعتزلت. واضطرت الفرقة كلها ترجع بقى على مصر بما فيها اخواتها الاتنين كمان ميمو وكمان جمال، وقالوا مش هينفع الفرقة تكمل من غير رتيبة. وعمل جمال وميمو فيلم إسماعيل ياسين بوليس سري، وكانوا ناجحين جدا مع بعض بطريقة جميلة، كوكتيل كده ما كانش فيه زيه. أما الفيلم التاني بقى اللي عمله جمال، فيلم إشاعة حب، لوسي ابن طنط فكيهة. لما جه يوسف وهبي وقال لها مين دي يا حبيبتي، دي صاحبتك؟ لا طبعا بصوا كان مأدي الدور بطريقة جامدة جدا، لدرجة فعلا ان عمري ما شفت ممثل اتقن دور زيه كده. اما اخوه ميمو بقى فاتقن دوره بحرفية برضه في فيلم ملاك وشيطان. وهم دول ال3 افلام اللي ظهر فيهم الاخين، وحققوا نجاح جامد جدا، لان الشخصيات ما كانش فيها كتير قوي من الشعب المصري بحكم ان هم عاشوا كتير واختلطوا بالشعب الاوروبي. وفي سنة 1960 قرر الأخين إن هم يسافروا لبلجيكا عشان يكملوا بقى مشروع سينمائي كبير، على أمل إن هم ينجحوا ويبقوا بقى نجمين عالميين كبار ويرجعوا تاني إلى مصر. لكن للأسف بعد ما صرفوا أموالهم كلها على الفيلم فشل ذريع، وقرروا بقى إن هم يستنوا شوية وبعدين يرجعوا مصر عشان كانت الكبسة بصراحة جامدة جدا. وبسبب الفشل ده قرروا ان هم يبقوا في اوروبا شوية ويقعدوا فترة لغاية ما يعملوا مشروع تاني. وفعلا بدأوا مشروع تاني في اسبانيا بمساعدة اخوهم فوزي، يعني ميمو وفوزي وكمان جمال، ال3 دول عملوا مشروع اقاموا ملهى ليلي سموه شهرزاد. وكان الملهى حقق شهرة كبيرة، خصوصا ان جمال وميمو كانوا فعلا عندهم علاقات كبيرة وفنانين مشهورين كانوا بيجوا من جميع انحاء العالم. فترة الملهى مبقاش يجيب ناس خالص او محدش بيروح يشاهدهم، وده بسبب الديسكوهات اللي اشتهرت في اوروبا. لكن حاولوا يغيروا ويعدلوا بعد كده برضو في الملهى الليلي ده شهرزاد، ويوضبوه شوية ويسموه كليوباترا، وبرضو للأسف كل محاولاتهم باءت في الفشل، وفشلوا فشل ذريع واضطروا يقفلوه. والفترة دي كانت عايشة معاهم والدتهم في أوروبا، لكن كانوا بيضطروا من وقت للتاني ينزلوا مصر علشان يزوروا أختهم رتيبة اللي قعدت في مصر. وفجأة قررت رتيبة إنها ترجع معاهم أوروبا كزيارة بس. وبعد كده لما راحت هناك هي وجوزها وبنتين 2 ولادها، قالت أما أقعد هناك في أسبانيا. فجوزها محمد الشامي قال لها لأ، يا إما ترجعي معايا مصر يا إما ننفصل إحنا الاتنين. فقررت فعلا انفصال وانفصلت، ولكن بناتها الاتنين فضلوا معاه. وفي الفترة دي انفصل ميمي في السبعينات عن زوجته الدنماركية، وارتبط بزوجة هولندية وأنجب منها ولد وبنت.
ورغم ان ميمي كانت لياقته البدنيه عاليه جدا بسبب ان هو كان لاعب اصلا اكروبات، لكن للاسف كان عنده حساسيه على صدره جدا، ولفظ انفاسه الاخيره سنه 1979 واتوفى في الحال، واتدفن هناك في مايوركا باسبانيا. وبعد موت اخوه خد مراته الهولنديه جمال وراح لهولندا، عاش فيها وافتتح مرسم هناك يبيع فيه لوحاته وكمان آلات للتصوير. وكان هو بيتقن أو هوايته الشديدة الفن التشكيلي، وقعد في هولندا هناك حتى اتقدم في العمر وكبر جدا في السن، وسنة 2002 اتوفى جمال رمسيس. وعشان نتأكد من المعلومات دي أكدتها سوزانا محمد الشامي اللي هي بنت أخته رتيبة، بنت أخت جمال وميمو. دي اللي أكدت كل كلمة أنا بحكيها النهاردة، لأن في كتير مننا ما كانش يعرف معلومات ولا عن جمال ولا عن ميمو. ودي صورة لسوزانا مع خالها جمال، الله يرحمه ويحسن إليه يا رب ويسكنه فسيح جنات. وطبعا كذبت الكلام اللي كان بيتقال عليه هو واخوه ان المخابرات هي اللي مشتهم من مصر، والكلام ده كله لا طبعا ما حصلش، وان هم كانوا مختفيين فترة كبيرة لان هم ما كانش لهم حد في مصر عشان بيجوا فين وفين، عمال ما كانوا يجوا لقرايبهم مثلا ممكن يجوا منوف مثلا يقعدوا اسبوع ويمشوا في كل فترة فين وفين، لكن هم ما كانوش اصلا بينزلوا مصر. الله يرحمهم جميعا. وادينا عرفنا كتير قوي عن لوسي ابن طنط فكي، وسلام.